مساء الخير والعافية على كل متابعين قناة مطبخ مجنات. رجعت لكم بفيديو جديد، طريقة عمل الداطلي أو بلح الشام بمقادير بسيطة ومتوفرة إن شاء الله بكل بيت. هسه حتشوفون شلون مقرمش من الخارج ومن الداخل ما معجن. أول ما نبدي بالحلويات حنسوي الشيرة أو القطر. هنا نوعا ما تكون ثقيلة الشيرة، فمثل ما تشوفوا هاي هسه بعد شوية حصير بعد أثقل. هنا عندي جدر وراح أضيف عليه كوبين من السكر وكوب ونص من المي. هسه راح أفتح الطباخ ومثل ما تشوفون أبدي أحرك السكر ويا المي إلى أن يذوب السكر، والنار طبعا مفتوحة متوسطة. هنا أنا أحاول أتجنب من تكون حبيبات السكر على حافات الجدر حتى لا تشكر الشيرة. وهسه نشوف أول ما تبدي تغلي وتطلع الفقاعات. هسه راح نشوفها هي باقي هسه على نار متوسطة. هنا أنا بدت تغلي وراح أطلع الفقاعات، فراح أخلي نص ملعقة طعام ليمون حامض، وإذا ما متوفر عندكم ربع ملعقة صغيرة ممسوحة ملح الليمون اللي هو ليمون دوزي. هسه راح أتركها طبعا مدة 8 دقايق على نار هادئة كلش. هسه هنا من بعد ما ضفت الليمون وحركت حركة بسيطة راح أتركها 8 دقايق 7 دقايق على نار كلش هادئة، وبعدين أرفعها من النار. من أرفعها من النار راح أفرغها بطاسة وراح أتركها على جهة. وهسه صار عندي شكل القطر أو الشيرة بعد نص ساعة أو 3-4 ساعة. هذا يكون شكلها وقوامها كلش حلو ومناسب للداطلي. هسه مثل ما نشوف هذا بلح الشام أو الداطلي اللي سويته. هسه حنشوف منين يتكون وشنو مقاديره. هنا المقادير اللي احتاجيتها: كوبين وربع من الطحين، كوبين ونص من المي، وطبعا الأكواب اللي استعملها كلها أكواب قياسية، وظرف من الفانيلا، وربع كوب من الشيرة، وربع كوب من الزيت. هاي كل المقادير اللي احتاجيتها. هنا عندي قبل ما أعجن راح أضيف للطحين ظرف من الفانيلا وأخلطها الفانيلا ويا الطحين حتى بعدين أعجنها. هنا خليت تبسي واسع على نار متوسطة وضفت عليه كوبين ونص من المي، وراح أضيف بعدين ربع كوب من الشيرة وربع كوب من الزيت، وبعدين راح أضيف رشة من الملح، رشة كلش بسيطة. راح أحرك مثل ما تشوفون حتى تمتزج كل المواد السائلة، وخلتها طبعا على نار متوسطة. أول ما يبدي يفور ويغلي وتظهر عندي الفقاعات راح أضيف الطحين بالتدريج. أول ما تظهر عندي الفقاعات راح أطفي النار، وهاي هسه هنا راح أبدي أطفي النار. طبعا الكاميرا كانت مطفية للأسف، ما انتبهت المقطع ما سجل. هنا أنا بديت أضيف الطحين بالتدريج وأعجن إلى أن العجينة صارت دافية. هنا أبدي أعجن بيها كل زين. إذا شفت بيها كتل من الطحين أيضا هم أظل أعجن بيها إلى أن تصير عندي العجينة ناعمة بهذا الشكل، وأشوفها كلش صارت حلوة وزينة وما تلتصق. هاي صارت عندي العجينة ناجحة وأبدي أشتغل بيها. طريقة تشكيل الداطلي طبعا نقدر نشكله بالكيس الحلواني، ولو هذا الكيس كلش خفيف نقدر نطبق 2. وإذا ما متوفر أكو أيضا أنا هنا استعملت فورمة النجمة مثل ما تشوفون. أكو شكلين من فورمة النجمة، أكو شكلها يكون مغلق وأكو مفتوح بهذا الشكل. أنا عندي هاي متوفرة فاشتغلت بيها. وطبعا إذا تقدرون مثلا إذا عندكم متوفر يكون الكيس الحلواني ثخين يكون كل زين هم ينطي نفس النتيجة. أنا هنا للسهولة سويتها مثل ما تشوفون بدون كيس حلواني. نقدر نسويها بهذا الشكل، نقدر نقطعها بإيدنا أو نقطعها بالمقص حسب اللي يعجبكم وحسب المتوفر.
وحسب ما انتوا تشوفون الشي سهل عليكم، بس هي كلها تعطي نفس النتيجة. هسه اني خليت ورق الزبدة وراح اسوي كل العجينة واخليها عندي كل هالكمية اجهزها حتى بعدين من اقليها بسهولة. ما اسويها اني وعلى محطوطة الطاوة على النار، لا، اخليها اجهزها واخليها تصير عندي كل السهلة. وهاي هسه مثل ما تشوفون هاي كل الكمية عندي جاهزة. هسه راح اراويكم شلون نقليها بطريقة مضبوطة وناجحة عندكم 100%، لأنه أهم شي طريقة التقلاة. بالبداية أخذت طاوة وخليتها على النار وخليت عليها زيت كمية مناسبة، وطبعا بعد الدهن بارد راح أبدي أضيف قطع الداطلي. ما راح أملي الطاوة كليتها، أنطيها حرية يعني تتحرك بيها، بس أني أول بالبداية تكون بعدها الداطلياية عجينة، فمن راح أحركها بأي شي راح تخرب. فأني أحركها بطريقة بس بالطاوة أحركها بشي بسيط كلش، أحركها حركة بسيطة. أول ما تبدي أحسها صارت قوية، شوفوا هسه شلون دا أحركها حركة بسيطة، وأظل أخليها على نار متوسطة أو أقل من المتوسطة بالبداية. بعدين لازم أبدي أقلبها بهذا المشبك، لازم أقلبها حتى ما تحترق، لأنه جهة راح تصير حمراء وجهة تبقى بيضة. ومن تصير عندي جاهزة وقليتها باللون اللي أنا أريده، راح أرفعها وأنشفها من الزيت أو الدهن وأخليها بالشيرة، وبعدين أخليها بالشيرة ربع ساعة، 10 دقايق، 5 دقايق، حسب ما أنتوا تريدون الحلا التاخذة. هي أكو يحبون حلا هادئة يخلوها 5 دقايق، 7 دقايق ويرفعوها، يصفوها من الشيرة ويخلوها بالصحن اللي رايدين يخلون بيه الداطلي. وهسه حنقلي مرة ثانية. طبعا الوجبة الثانية أوطي النار، أوطي حتى ما تصير عالية كلش وحارة كلش وتاخذ لون يصير داخلها عجين وتقسب وتصير مقرمشة من الخارج. لا، احنا نريدها داخلها يصير كلش حلو، مو عجين، ونريدها مقرمشة من الخارج. الداطلي من الحلويات الطيبة واللي ما نستغني عنها، خاصة وإحنا صايمين برمضان، وبكل وقت ما نقدر نستغني عنه، وفترة الشتاء أيضا. فبنات إحنا لازم من نسوي هاي الطريقة صح سهلة وبسيطة، بس لازم نلتزم بالمقادير ونلتزم بطريقة التقلاء أيضا، تطلع عندنا ناجحة ومضبوطة وكلش سهلة. طبعا هي بالتصوير هنا تشوفوها، بس هي الحقيقة أبد ما تاخذ وقت، كلش سهلة وبسيطة. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، واللي وصل وياي لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأريد من عندكم تعليقات حلوة تشجعني أنزل فيديوهات أكثر وأكثر، وإن شاء الله تستفادون من عندي، والتقيكم في فيديو قادم، ودمتم في أمان الله.